طبعا كل توفيق اللاعبين في ارض الملعب، ويكونون مركزين وتم الاستعداد بدنيا ونفسيا. ولكن نقطة جدا مهمة للهجوم والوسط، ثم الدفاع وحارس المرمى. بصراحة إذا ما تنطي إيعاز من عقلك لقدمك أثناء لعب الكرة، ما راح توصل الكرة مثل ما تريد. بالذات كابتن أيمن حسين إيعازه بالرأس مباشر هدف أو خطرة جدا على المرمى، ولكن إيعازه للقدم مدى يوصل الإيعاز للقدم انه قبل لا يضرب الكره ينطيها ايعاز بحيث العقل يوجه الكره. رجلك ما توجه الكره بصوره صحيحه الا تنطيها ايعاز من عقلك. فهذه اجزاء من الثانيه لازم اي لاعب ينطي ايعاز يلا يلعب الكره. هذه نقطه يعني اتمنى توصل للاعبين المنتخب الوطني العراقي. طبعا بالنسبه للتشكيله واللاعبين وكاساس ايا كانت التشكيله وايا كانوا اللاعبين كلهم على مستوى عالي. ان شاء الله يقدمون مستوى يرضي الجمهور العراقي ويرضيهم هم بالذات، يعني هم داخلهم انه يكون راضي على نفسه قدم مستوى عالي. فما عندنا غير الدعم وندعو من الله انه التوفيق للاعبين المنتخب، وان شاء الله الفوز لمنتخبنا الوطني.